هاي يا جماعة، أنا شيماء وانا دينا عسل وإحنا في بودكاست ترافل ستوريز 101. أول سفرية طلعتيها لوحدك، احكي لي عن مشاعرك، فلوسك في البنك وقدمتي على الفيزا إزاي؟ كنت متفقه مع اصحاب ليا اجانب ان انا أوكي. هقابلهم هنا. هي بتبقى صدمه والواحد يبطل بعد. تمام. ففرقت معايا قوي ان من اول السفريات اللي عملها كده كان عندي خوف وثقه في نفس الوقت. أول خطوة دي بتبقى أصعب واحدة. أيوة صح. لأن ما بتخافيش. أنت ما بتخافيش؟ بخاف انا، تترعبي. مش ده، انا ببقى مرعوبه. انا بالي اللي بيغطي على الخوف ده الهوس. إيه هي البروكوشنز، الاحتياطات اللي أنت عملتيها عشان يعني تطمني نفسك شوية؟ لو انا بقى بتكلم كبنت حاجه انت عملتيها، يعني كلميني من تجربتك، لان احنا البودكاست بتاعنا بودكاست حكاوي السفر يا جماعه. ناحيه الفلوس وكده ما بحبش الخيابه خالص في الحاجات دي. الواحد يحافظ على باسبوره محفظته موبايل، 3 دول اهم حاجه. تمام. يجي بعديهم بقى اي حاجه لا قدر الله ضاعت هتتعوض. باسبور، موبايلك ومحفظه اللي يبقى اول ما احس ان في زحمه والناس قربت يجي عليها، لان انا اتعلم عليا جامد. يعني سرقتي في السفر؟ اتسرقت طبعا. كانت الحقوني. كان اول يوم ليا. رقم كان بالنسبه لي طالعين بقى نستكشف وكده، وكنت بقى يعني واثقه في نفسي قوي. تمام. اتخذت جامد. عملوها ازاي؟ لدرجه ان قلت لهم دول اكيد سحرة. لحظه بس ما احاسب واقفل. يضحكك بقى ان انا اتسرقت وانا مش حاسه. فبفتح الشنطه ولقيتش المحفظه، اللي هو ايه، سميت كده وقفلت تاني. بفتح على اساس معجزه. انا لا يمكن، وعمال اقول له بالعربي انا ما ينفعش اتسرق. مجرد افتكر الموضوع ضربات قلبي زادت. عائله على اصحابي بقيت الرحله بقى، وعارفه ان هو عايز ياكل عايز يشترك في السفر. كل واحد يدوبك عامل اللي على قد تستمتعي بعد السرقه يعني. السفر غاليه قوي. يعني من الاخر كده هم 6-7 ايام بيتقضوا، ممكن 4. تمام. ما تضيعهاش ابدا في حاجه تنكد عليكم، في حاجه ممكن تعكنن عليكم، مفيش حاجه مثلا تقريفكم. كانت رحله جميله جدا، حلوه. كلهم معايا زي العمله اللي عملتها دي. عقده الخواجه من اكتر الناس تبعت لي انا ازاي اروح بريطانيا، انا ازاي اروح اوروبا. الهوس ده بيجي من الافلام. ده زي السي في، يعني اعمل مصداقيه. تمام. فالمصداقيه بالنسبه للدول دي ايه؟ ان انت تخشي وتخرجي، تخشي وتخرجي من دول بقى على قدنا. عادي جدا على فكره. انا بعتز بفكره لازم تعرف قيمه باسبورك وامكانياتك، دي حاجه عاديه. تمام. مش حاجه عيب. في دول اقل مننا سافرنا يا جماعه بادجت قليله جدا. عادي بادجت قليله فيها السهله عادي. ده لسه على فكره تحت طائله السفر. يعني في بلاد واخده صيت عالي قوي بتروحي تتصدمي بالظبط، في حين ان بلاد تانية مش واخده الامبريشن اللي هي احسن حاجه، وتروحي تنبهري بجمال فرنسا دي. انا كنت شايفه انها بقى بلد الحب. هروح بقى اتكلم فرنساوي. كانت صدمه ليا. كانت نصب فران انا بقيت فيه. صدمه بالنسبه لي، ودي حلم